حد يقدر ينام على تلج وكمان يصحى مبسوط؟ أيوة، في السويد هتلاقي أول وأغرب فندق في العالم اسمه الآيس هوتل. درجات الحرارة فيه بتوصل ل7 تحت الصفر، وكل حاجة حواليك حرفيا تلج في تلج. السرير تلج، الكراسي تلج، حتى الكوباية اللي بتشرب فيها كمان تلج. بس ما تقلقش، الفندق بيوفر لك ملابس نوم خاصة وكمان كيس حراري يحافظ على حرارة جسمك طول الليل. يعني هتنام في التلج وكمان تحس بالدفء. أكيد دلوقتي بتسأل هو التلج ده ما بيسحش ولا إيه؟ هقول لك لأ، لأن الفندق معمول من مادة عازلة صديقة للبيئة من الزجاج المعاد تدويره، وبيشتغل كمان بتقنية التبريد اللي بتعتمد على الطاقة الشمسية. الآيس هوتل هيفتح أبوابه من ديسمبر لإبريل، والناس بتيجي من آخر الدنيا علشان تعيش التجربة. تخيل بقى معايا لو فتحنا فندق جليدي في مصر، وبالأخص في منطقة سانت كاترين في عز البرد اللي هناك وعز تلج اللي هناك. تفتكر هتكون تجربة ناجحة ومجنونة ولا صعب تنفيذها؟ شاركونا بآرائكم، وما تنسوش تعملوا لايك وفولو وشير للضيافة علشان تعرفوا كل ما هو جديد في عالم السياحة.